الحقيقة إمام عاشور من ضمن 3 لعيبة بيصعبوا عليّا جدًا، وهاقول لك مين هم ال3 لعيبة وهاقول لك برضه ليه بيصعب عليّا، بس كمّل معايا الحلقة للآخر. لكن قبل ما أقول لك ليه بيصعب عليّا ومين هم ال3 لعيبة، فأنا عايز أقول الحقيقة إن اللي بيميّز النادي الأهلي عن جمهور النادي الأهلي بالأخص عن أي جمهور تاني، هو إن جمهور الأهلي دايمًا شايف إن الأهلي ومصلحة النادي الأهلي فوق مصلحة أي لاعب. وإن ما فيش لاعب أهم من النادي الأهلي، ومصلحته أهم من مصلحة النادي الأهلي، مهما كانت قدراته ومهما كانت إمكانياته، مهما كان الفريق محتاج ليه وبيعتمد عليه بشكل كبير، فالنادي الأهلي دايمًا فوق الجميع وده الشعار اللي إحنا كلنا عارفينه. طيب قبل ما نبدأ كده أقول لك ليه إمام عاشور بيصعب عليَّ ومين هم ال3 لعيبة اللي بيصعبوا عليَّ. تعالَ نحكي بس القصة كده إيه سريعًا وإيه اللي حصل، لكن قبل ما نحكي وأقول لك القصة سريعًا، ما تنساش إن أكبر دعم ممكن تقدمه ليّا إنك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول، وما تنساش برضه إن أنا مش باقدم محتوى، أنا باقدم حاجة أنا باحبها وباحب إن أنا أتكلم فيها. طيب سريعًا كده تعالَ أقول لك القصة وأنت أكيد عارف القصة. اللي حصل إن إمام عاشور النهارده كان في سفرية للنادي الأهلي إلى تنزانيا، عشان في مباراة العودة مع فريق يانج أفريكانز اللي إحنا الحمد لله قدرنا إن إحنا نكسبه هنا في القاهرة، وقدرنا إن إحنا نحقق 3 نقط. مباراة طبعًا مهمة جدًا، أهميتها إن أنت لو كسبت خلاص هتصعد بشكل رسمي، وهتبقى ضمنت الصعود لدور ال16. فمباراة مهمة جدًا لدور ال8 عفوًا، فمباراة مهمة جدًا، ومباراة صعبة برضه مش هتبقى مباراة سهلة. اللي بيحصل إن إمام عاشور مش بيسافر مع الفريق. والحقيقة إمام عاشور ما كانش قايل ومبلّغ النادي إن هو مش مسافر، وما كانش في خبر مثلًا إن هو مش مسافر في مثلًا مرض أو في أي حاجة أو في أي عُذر. واللي حصل إن النادي الأهلي استنى لمّا يشوف إيه اللي حصل مع اللاعب، وبعد كده النادي الأهلي طلّع قرار من شوية إن في غرامة مالية وهي 1.5 مليون على اللاعب، وكمان إيقاف أسبوعين، ويتدرّب مع الفريق بشكل منفرد، مش هيتدرّب مع الفريق ومش هيتمرّن في التدريبات الجماعية. وهنيجي للغرامة وهاقول لك برضه هل الغرامة كانت قاسية والّا كانت عادلة، وهنتكلّم في كل ده. طيب دي كده كانت القصة كده سريعًا وإيه اللي حصل عشان تبقى موجود برضه في الصورة وتعرف إيه اللي حصل. ف زي ما قُلت لك إمام عاشور من اللعيبة اللي بتصعب عليّا، ومن ضمن 3 لعيبة بيصعبوا عليّا. مين هم ال3 لعيبة؟ ال3 لعيبة دول هم كده بالترتيب. أولًا رمضان صبحي، ثانيًا صالح جمعة، ثالثًا إمام عاشور. طيب ليه ال3 لعيبة دول بالأخص بيصعبوا عليّا جدًا وبيصعبوا عليّا في إيه؟ طبعًا هتقول لي بيصعبوا عليك إيه، ده لعيبة بتاخد ملايين وبالأخص يعني إمام عاشور اللي هو بطل قصتنا النهارده وبطل الحكاية. لاعب بياخد ملايين ومش أنت أصلًا مش في دماغه وكل الكلام ده، وأنا عارف إن إمام بياخد ملايين وأساسًا هو ولا دريان بيّا، ويمكن أنا اللي أصعب عليه أصلًا لو شاف حالتي. بس هي الفكرة مش قصة فلوس وخلاص، والموضوع مش إن هو موضوع فلوس وملايين بياخدها. القصة بالنسبة لي أكبر من كده. ليه بيصعب عليّا؟ بيصعب عليّا لإن هو عنده إمكانيات وقدرات ما أعتقدش إن هي موجودة في أي لاعب مصري ومش موجودة في الدوري المصري خالص. لو جيت قارنت إمام بأقرب واحد ليه هتلاقي إن المسافة كبيرة جدًا. فلاعب عنده قدرات وإمكانيات، لكن لو جيت بصيت على عقليته فهي عقليته صفر. ما فيش أي عقلية تقدر إن أنت يعني إيه، تطوّر من نفسك وتبقى في مكانة كويسة تخلّي الجمهور يحبك، يعني يبقى عندك ظهير جماهيري بشكل كويس. أنت لاعب خلاص بنسبة كبيرة خلاص خسرت جمهور الزمالك بعد ما مشيت من الزمالك وجيت النادي الأهلي. فأنت دلوقتي ما عندكش غير جمهور النادي الأهلي. فأنت بأفعالك دي بتخسرهم وبعقليتك اللي هي مش موجودة خالص بتخسر جمهور النادي الأهلي. أعتقد إن أكبر غرامة حصلت في تاريخ النادي الأهلي أو يمكن في تاريخ كل الأندية، إن لاعب يتغرّم 1.5 مليون، وكمان كان متغرّم قبل كده مليون برضه على واقعة حصلت قبل كده لو تفتكروا لمّا كابتن محمد رمضان غرّمه مليون. فأنت لو جيت حسبتها هتلاقي 2.5 مليون على لاعب في مسافة أو في فترة زمنية قصيّرة جدًا. أعتقد إن ما فيش لاعب يمكن في الدوري المصري كلّه وفي تاريخ الدوري اتغرّم بالشكل ده 2.5 مليون على مرّتين. فلاعب بيبيّن إن هو لاعب عنده مشاكل وعنده عقل الحقيقة يعني مش عايز أقول عقل أطفال، لإن حتى الأطفال مش هيفكّروا بالشكل ده. وهو لاعب بيصعب عليّا لإن أنت عندك إمكانيات وقدرات ممكن تخلّيك في مكان أعتقد إن ممكن توصل إن أنت تبقى أفضل لاعب وسط جه في تاريخ مصر ويعني يتعمل لك تمثال. ممكن توصل لمكانة كبيرة جدًا ما حدّش قدر يوصل لها. لاعب مكانه أساسًا في الدوريات الأوروبية وفي ال في ال في الفرق الكبيرة،
في أوروبا، لكن عقليته الحقيقة بتخلّيه يعمل حاجات صعبة جدًا إن هي تطلع من لاعب محترف، لاعب بيلعب في نادي بحجم النادي الأهلي. طيب اللاعب طبعًا إحنا كنا عارفين إن هو جاي من إصابة، وإصابة طوّلت بشكل كبير، وبدأ إن هو واحدة، واحدة يتألق ويرجع تاني لمستواه. يعني ما بنلحقش إن هو يبقى كويس، وبعدين تلاقي إن حصل مشكلة وحصل إن هو مش عايز يسافر. أنا عايز أقول إن أنت يا إمام يا عاشور، لو أنت يا سيدي مش عايز تكمّل في النادي الأهلي، ومش حابب إن أنت تكمّل، وشايف إن أنت قدراتك وإمكانياتك أكبر من إن أنت تلعب في النادي الأهلي، يا سيدي مع ألف سلامة. إحنا ما بنقفش على لاعب، النادي الأهلي عمره ما وقف على لاعب. إحنا مشي من عندنا وبطّل واعتزل أبو تريكة ووائل جمعة وبركات ومتعب وحسام غالي والخطيب من قبلهم ومش عارف ومين، ومين، ومين ولاعيبة كتير، وعمرنا ما وقفنا على حد، وبناخد بطولات بأي لعيبة. إحنا خدنا الدوري بكريم بامبو ورمضان صبحي وتريزيجيه أيام ما كانوا لسه صغيرين وناشئين وطلعوا، وبناخد دوري بسعد سمير ومحمد نجيب مع احترامي لكل اللعيبه، بناخد دوري بأي حد. إحنا لو لعبنا بناشئين هناخد دوري. فأنت مش أكبر من النادي الأهلي، والموضوع بقى مستفز. أنت غلطاتك بتبقى كتير جدًا، جدًا. لاعب أشدنا بيه لمّا حسام حسن طلّعه وخرّجه من الماتش بتاع زيمبابوي في الشوط الأول، وقُلنا كان موقف بصراحة يُحسب لإمام عاشور إن هو ما عملش أي رَد فعل مش كويس، وبدأنا نحيّي في اللاعب، وبدأنا نشجّع في اللاعب، وبدأنا إن إحنا ندعم في اللاعب. فييجي اللاعب بعد كده يعمل تصرُّف، يعني مش عايز أقول طفولي، لإن حتى الأطفال مش هيطلع منها تصرُّف بالشكل ده، وأنا ما أعرفش إيه السبب. لكن أنا باحيي إدارة النادي الأهلي الصراحة، باحيي إدارة النادي الأهلي إن هم طلّعوا قرار بشكل سريع، إن هم شافوا إيه اللي حصل، وبعدين طلّعوا قرار تاريخي 1.5 مليون، 1.5 مليون على لاعب، وقبل كده كان مخصوم منه برضه مليون، 2.5 مليون رقم كبير جدًا، وكمان يتوقف أسبوعين ويتدرب بشكل منفرد. فالحقيقة في لعيبة قُلت لك بيصعبوا عليَّ زي رمضان صبحي وصالح جمعة وإمام عاشور، لو جيت بصيت لل3 هتلاقي عندهم إمكانيات جبارة، إمكانيات يعني مش موجودة عند أي لاعب مصري، ولكن عقليتهم خلّتهم إن هم لا شيء. عقليتهم واحد زي رمضان صبحي خَد قرار هو أغبى قرار أنا شُفته في حياتي بصراحة من لاعب يعني في سِن صغير كان يعني هيبقى مستقبل للنادي الأهلي، ولكن دي مش قصتنا. لو جيت بصّيت لصالح جمعة هتلاقي برضه لاعب كان ما بيفكّرش غير في السهر وفي الخروجات وفي الحاجات اللي أنتم كلّكم عارفينها. وضيّع يعني مستقبله، وضيّع منّه حاجات كان ممكن يوصل لها ما حدّش يعرف إن هو يعني يوصل لها تاني. نفس الكلام بيتكرر مع إمام عاشور، اللاعب اللي خسر جمهور الزمالك ودلوقتي بأفعاله دي هيخسر جمهور النادي الأهلي، وبعد ما يعتزل كورة بعد عمر طويل ربنا يعني يدّي له العمر الطويل في الملاعب، لكن بعد كده هتلاقي إن أنت ما عملتش أي حاجة ولا وصلت لأي حاجة. المحصلة بتاعتك إن ما حدش هيفتكرك بعد كده، ما حدش هيفتكر لك أي حاجة. أنت لعيب عندك زي ما قُلت لك قدرات مش موجودة عند أي لاعب مصري، لكن أنت محتاج إن حد يقعد معاك، محتاج إن حد يضبّط شوية عقليتك. أنت ما تنساش إن أنت بتلعب في أكبر نادي في أفريقيا، وما تنساش إن جمهور النادي الأهلي وإحنا ما عندناش لاعب أكبر من النادي الأهلي، ومصلحته أهم من النادي الأهلي. ممكن لو أنت كنت عملت كده في نادي تاني، كان الجمهور يطلع ويدافع عنك ويقول لك مش عارف إمام أفضل لاعب وإمام إحنا محتاجينه وكل الكلام ده، لكن إحنا ما عندناش الكلام ده. فاوعى تنسى أو اوعى تفتكر إن أنت لمّا هتغلط جمهور النادي الأهلي هيقف معاك وهيبقى في ضهرك وهيشجعك وهيدعمك، وهنشوف بقى إن لأ، إمام عاشور ده لاعب مهم وأهم لاعب، وكلنا عارفين إمكانياتك، وكلنا عارفين إن أنت لاعب من أهم اللعيبة في النادي الأهلي، وإن أنت يمكن مثلًا 50 أو أكتر من 50% من قوة النادي الأهلي، وأنت لاعب مهم جدًا وما فيش ليك بديل، وما فيش ليك شبه في الدوري المصري ولا في اللعيبة المصرية. لكن إحنا ما عندناش لاعب أكبر من النادي الأهلي. والنادي الأهلي ما وقفش على حد، كان وقف على بركات، كان وقف على تريكة، كان وقف على وائل جمعة، كان وقف على الخطيب من قبلهم. فالنادي الأهلي ما بيقفش على أي حد، وصدّقني أنت اللي هتخسر، أنت الخسران. أنت رُحت احترفت في ميتلاند ما وفّقتش في الاحتراف، ولاعب الاحتراف بالنسبة لك أمر صعب، فأنت حابب إن أنت تلعب في الدوري المصري، فأنت دلوقتي بتلعب في النادي الأهلي بعد ما خسرت خلاص الزمالك وجمهور الزمالك. فما عندكش لو أنت عايز تمشي خلاص امشي، أنا ما عنديش مشكلة والله. أنا بُص هاقول لك على حاجة، حتى من قبل إمام عاشور ما ييجي النادي الأهلي، وأنا باشوف إن إمام عاشور كإمكانيات وككورة لاعب زي ما قُلت لك ما فيش شبهه وما لوش مثيل.
ومن أفضل اللعيبة في الدوري المصري، ومن أفضل اللعيبة المصريين. لكن أنا بصراحة على المستوى الشخصي مش عايز أقول ما باحبوش، بس أنا مختلف مع إمام عاشور كشخصية. لاعب آآ ما أعتقدش يعني إن هيبقى مثلًا لو أنا عندي ابن وجه قال لي أنا قدوتي إمام عاشور هابقى مبسوط. بقصات شعره الغريبة وتفكيره برّه الملعب بشكل كبير، ومش بيركّز أوي في الكورة ومش بيركّز في الملعب، لاعب محتاج يركّز أكتر في الملعب ويبقى عنده عقلية أفضل من كده. لاعب على المستوى الشخصي زي ما قُلت لك أنا عندي علامات استفهام وخلاف كتير جدًا على شخصيته، ولكن كرويًا لو هنتكلم كرويًا لازم أدّي له حقه، لازم أقول إنه لاعب من أفضل اللعيبة في الدوري المصري، إن لم يكن هو أفضلهم. فبصراحة إمام عاشور باللي بيعمله ده هو بيخسر جمهور النادي الأهلي، بيخسر حاجات كتير جدًا. لاعب بعد ما هيعتزل مش هيلاقي إن في أي حد فاكر له أي حاجة، زي صالح جمعة ورمضان صبحي واللاعيبة الكتير اللي كان عندهم إمكانيات وقدرات، ولكن عقليتهم كانت حتى لعيبة في الزمالك لو أنت بتتكلم في الزمالك، لعيبة زي ميدو وعمرو زكي ولاعيبة كانت محترفة وكانت ممكن توصل لحاجات ما حدش وصل لها قبل كده، ولكن بسبب عقليتهم أنت دلوقتي ما بتعرفش أي حاجة عنهم، وما بتبقاش حتى يعني عارف أخبارهم إيه والّا هم بيعملوا إيه. ف فأنا شايف إمام عاشور رايح في السكة دي، ورايح في سكة برضه اللعيبة اللي أنت مش هتعرف بعد كده أي حاجة عنهم، وهتندم بعد كده إن اللاعب زي ده ما عرفش يستغل قدراته وإمكانياته ويبقى عنده عقلية أفضل من كده. لكن أنا عايز أحيي إدارة النادي الأهلي. اللي بتؤكد إن ما فيش حد فوق النادي الأهلي ومصلحته فوق مصلحة النادي الأهلي، ومهما كان حجمك في الفريق فأنت لمّا هتغلط ولمّا هتطلع عن المسار المألوف وهتطلع عن الصح وهتعمل موقف غلط، فأنت زيك زي أي حد هتطبّق عليه الغرامة المالية وهيتطبّق عليه القانون. ويمكن هنا سؤالي لجمهور النادي الأهلي واللي بيتفرّج على الحلقة، هل أنت شايف إن العقوبة دي عقوبة قاسية؟ أنا ممكن أشوف إن هي عقوبة قاسية ولكن عقوبة عادلة بشكل كبير جدًا، فيها عدل بشكل كبير ويُحسب لإدارة النادي الأهلي. وبرضه السؤال، هل لو اللي حصل من إمام كان حصل من لاعب تاني أيًا كان هو مين، كنا هنشوف رد الفعل ده برضه، كنا هنشوف نفس الغرامة ونفس الإيقاف والغرامة دي والّا الموضوع كان هيبقى مختلف؟ قولوا لي برضه عايز أعرف رأيكم، أنتم شايفين الموضوع إزاي، وشايفين الإدارة خدت القرار الصح والّا لأ؟ أنا عن نفسي وشخصيًا شايف إن القرار صح جدًا، صح جدًا، وإن كان قاسي فهو عادل، لإن أنت بتوصّل رسالة للعيبة إن اللي هيخرج برّه الإطار اللي إحنا عارفينه وهيعمل موقف غلط، فأيًا كان اسمه وأيًا كان حجمه في الفريق هيتعاقب. علشان تفضل أوضة لبس النادي الأهلي بشكل منظم، ما فيهاش أي مشاكل، ما فيهاش أي خروج عن النص. فالحقيقة بقى أنا باقدّم تحية بشكل كبير لإدارة النادي الأهلي، اللي هي برضه ما استعجلتش وما اتسرعتش وشافت القرار إيه الصح، وشافت اللاعب هل عنده حق والّا لأ، وبعد كده بناءً عليه وبناءً على تقييم الموقف خدت قرار وغرّمت اللاعب 1.5 مليون وإيقاف أسبوعين. بس، يعني موضوع هيتنسي، والنادي الأهلي بالنسبة لنا أكبر من إمام، أكبر من إمام عاشور وأكبر من تريزيجيه وأكبر من زيزو وأكبر من كل اللعيبة وأكبر من الشناوي وأكبر من أي حد. وعندنا مباراة بإذن الله مع يانج أفريكانز، مباراة مهمة جدًا، جدًا، وهتبقى مباراة صعبة. إن شاء الله بإذن الله نقدر إن إحنا نحقق المكسب وده الأهم دلوقتي، ننسى أي حاجة نفكّر في المباراة فقط. وأتمنى اللعيبة تنسى الموضوع اللي حصل وموضوع إمام وما تفكّرش في الموضوع ده ولا تتكلّم فيه، ونفكّر بس في مباراة يانج أفريكانز وإن إحنا لازم إن شاء الله نكسب عشان نضمن التأهُّل بشكل أساسي وبشكل رئيسي للدور القادم بإذن الله، ونبقى صعدنا وضمننا الصعود بالمكسب. فأهم حاجة دلوقتي كلّنا ورا النادي الأهلي، كلّنا بندعم النادي الأهلي إن شاء الله إن إحنا نقدر نحقق مكسب نحقق المطلوب، وقصة إمام هتنتهي كده، كده أيًا كان بقى إيه اللي هيحصل بعد كده. فإن شاء الله بإذن الله تعالى هيكون في بث مباشر ورَد فعل مباشر على مباراة النادي الأهلي، فاستنونا إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى. إن شاء الله هيكون في رَد فعل مباشر، في حلقة إن شاء الله ممكن أعملها لسه مش عارف، ممكن بإذن الله بنسبة كبيرة هانزّل حلقة عن مهاجم النادي الأهلي كاموش، حلقة إن شاء الله هتكون قوية جدًا، هاقول لك كل حاجة عن اللاعب، هنفصّص كده اللاعب وهل هو صفقة مفيدة للنادي الأهلي والّا لأ. لو وصلت لحد هنا
فما تنساش إن أنت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده أكبر دعم ممكن تقدمه ليا. وقول لي برضه رأيك في الكومنتات، هل أنت شايف كلامي ووجهة نظري صح ولا لأ؟ وما تنساش برضه إن أنا مش بقدم محتوى، أنا بقدم حاجة أنا بحبها. فلو شفت مني أي تقصير فسامحني على التقصير ده، وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم.